سمعتوا عن الشاب اللي حب تشات جي بي تي وبعدين انتحر؟ هل ممكن استخدام الاي اي يسبب عندنا الاكتئاب او السوشيال ويذرول او ان احنا نبدا نبعد عن الناس؟ للاسف وده حقيقي وبيحصل. لان الناس بتتعامل مع تشات جي بي تي مش مجرد اداه استخدمها في شغلي تسهل عليا حياتي. الموضوع اتحول ان الناس بتحكي معاه مشاكلها الشخصيه ومشاكلها العاطفيه ومشاكلها الاسريه. وطبعا التشات جي بي تي زي ما احنا عارفين كموديل بيبدا يتاقلم معاك، وانت اللي بتعمل له بقى البيرسوناليزيشن او انت اللي بتشخصنه وتخليه ياخد الشخصيه بتاعتك ويرد عليك بردود اللي انت بتحبها، فيطبطب عليك ويقول لك الكلام الحلو وساعات كمان يقول لك نكت. ده بيوصل ان في ناس بتتعلق بيه تعلق عاطفي، وده بيوصل ان احنا كمان نبدا نبعد عن كل اللي حوالينا ونكتفي بتشات جي بي تي كصديق، وفي بعض الاحيان بيتحول الى ارتباط عاطفي اكبر كمان من كونه صديق. وده بيكون احد اهم اسباب الانعزال المجتمعي وفرص الاصابه بالاكتئاب. يا جماعه بعد اذن حضراتكم، استخدام الاي اي في حياتنا دلوقتي بقى ضروري؟ طبعا بقى ضروري. ولو بيستخدمش الاي اي في شغله بيخسر كتير. ولكن نستخدمه الاستخدامات الحقيقيه اللي موجوده عشانها. انما ما احولوش ان انا احكي له مشاكلي مع اصحابي ومشاكلي مع حبايبي ومشاكلي مع خطيبي، مشاكلي مع بابا وماما ومشاكلي مع اخواتي، وهسمع منه ردود انا عايز اسمعها. اوتوماتيكلي السبكونشيوس بتاعنا او الجزء اللا ادراكي اللي موجود عندنا هيتعامل معاه ان هو شخص، وبعدين نصحى على ان هو اصلا مش كائن حقيقي، وبعدين نتعلق بيه ويحصل زي ما حصل مع المراهق اللي حب تشات جي بي تي وتعامل معاه على ان هو شخص، وبعدين لما اكتشف ان هو مش موجود في الحياه انتحر. فافتكر دايما ان صحتك الذهنيه مهمه، وده بيرفلكت او بينعكس على كل حاجه في صحتك الجسمانيه. افتكر دايما ان صحتك اهم.